هل عمرك حسيت إنك عايز تذاكر بس كل مرة تلاقي نفسك كسول؟ أو بتبدأ مذاكرة وبعد كام دقيقة تحس إنك زهقت؟ يمكن حاولت قبل كده، عملت جدول أو استخدمت طرق مختلفة، لكن كل ده ما اشتغلش. النهاردة هقولك 6 خطوات بسيطة تخلي المذاكرة ممتعة ودماغك تحبها كل يوم. والمفاجأة، أهم خطوة هسيبها لك في الآخر. الخطوة 1: فهم المذاكرة. أول حاجة لازم تعرفها، المذاكرة مش عقاب، المذاكرة أداة وسلاح مش معاناة. كل طالب ذكي بيذاكر بطريقة مختلفة عن الباقي. مش المهم تقعد ساعات طويلة، المهم تقعد بطريقة صح. ركز على الفهم مش الحفظ. مثال: لو فاهم فكرة في الرياضيات مش لازم تحفظ كل المسائل، هتقدر تحل أي مسألة جديدة بسهولة. ولو بتحفظ تاريخ حاول تربطه بقصة حقيقية، دماغك هتتذكرها أحسن. حتى العلوم، ربط المعلومة بصورة أو مثال من حياتك اليومية يخليها تتخزن أسرع. الخطوة 2: حدد هدفك. اسأل نفسك: أنا عايز إيه من المذاكرة دي؟ هدف واضح يساوي دافع أقوى. مثلا هخلص 3 فصول النهاردة بدل كل الكيمياء مرة واحدة. الهدف الصح يخلي كل دقيقة مذاكرة ليها معنى. ولو حطيت هدف صغير كل يوم هتحس بالتقدم بشكل مستمر. اكتب هدفك على ورقة صغيرة، حطها قدامك، كل ما تبص عليها هتتذكر ليه بتذاكر. الأهداف مش لازم تكون كبيرة، المهم تكون واقعية وسهلة التحقيق. الخطوة 3: روتين يومي ممتع. حدد وقت يومي ثابت، حتى لو 30 دقيقة بس. روتين ثابت يساوي دماغك تتعود بسرعة. ممكن تبدأ الصبح قبل المدرسة أو بعد الغداء، المهم ثابت. خلي المذاكرة جزء من حياتك مش حاجة مفروضة. غير المكان من وقت للتاني، المذاكرة مش شرط تكون على المكتب دايما، ممكن تذاكر على الكنبة، جنب الشباك، أو حتى في حديقة قريبة من البيت. الجو الجديد بيخلي دماغك يستقبل المعلومات بطريقة أحسن. وبلاش تذاكر وانت تعبان أو جعان، الجسم والدماغ محتاجين طاقة عشان تركز. الخطوة 4: أدوات مذاكرة ذكية. استخدم خرائط ذهنية أو بطاقات أسئلة. ارسم الأفكار الرئيسية زي شبكة بسيطة، ده يخلي المعلومة أسهل في التذكر. قسم المادة لفقرات صغيرة، كل فقرة تحسسك بالإنجاز. مثال: بدل ما تحاول تحفظ 10 قوانين مرة واحدة، قسمها لقوانين صغيرة كل يوم. كل مرة تخلص فقرة احتفل بالنجاح الصغير، ابتسم لنفسك، ارفع ايدك أو شوف شيء تحبه. الإنجاز الصغير يحفزك تكمل أكتر. كل أداة بتستخدمها تساعدك تخلي المذاكرة ممتعة أكتر مش صعبة. الخطوة 5: التغلب على الكسل. لو كسلت ابدأ 5 دقايق بس، بعد 5 دقايق هتلاقي نفسك مكمل أكتر، دماغك بدأت تتعود. الطاقة تاجي من الحركة مش الإرادة بس. كل يوم خطوة صغيرة يساوي نتيجة كبيرة بعد أسبوعين. مثال: مذاكرة 5 دقايق كل يوم من أسبوع يساوي 35 دقيقة بدون تعب، وبعد شهر هتلاقي نفسك قادر على ساعة كاملة بسهولة. حاول تتحدى نفسك كل يوم خطوة زيادة، هتحس بالفرق. حتى لو يوم ضيعته ما تزعلش، ارجع تاني اليوم اللي بعده، المهم الاستمرارية. الخطوة 6: أهم خطوة، ربط المذاكرة بالمتعة. المذاكرة متعة مش واجب، وكافئ نفسك بعد كل جلسة. كوب شاي، موسيقى، أي حاجة تحبها. اربط المذاكرة بحاجة تحبها، دماغك هتحبها يوميا. مثال: تحب الموسيقى، خلي المذاكرة مع موسيقى هادية. تحب الشاي أو العصير، كافئ نفسك بكوب بعد الجلسة. ده السر اللي يخلي المذاكرة عادة ممتعة طول العمر. لما المذاكرة تبقى حاجة بتحبها مش هتحس بالضغط ونتائجك هتتضاعف. دلوقتي عرفت 6 خطوات تخلي المذاكرة ممتعة، جربها أسبوع هتحس بالفرق. وافتكر، الطالب الذكي بيذاكر عشان دماغه بتحبها مش عشان مجبر. لو عجبتك الطريقة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكمان قول لي في التعليقات عاوز الفيديو الجاي يكون عن ايه.